بسم الله الرحمن الرحيم. الجمهور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الجمعة، الناس راهي تستنى في خطاب الأمين العام تاع حزب الله. لكن الفيديو اللي راح نديرها درك، ولا اللي راني نبث فيها درك، تتعلق بقوة الجيش المصري. هذه الصحفية هذه تاع لاميس الحريري ولا ميس الحديدي ولا ميس الحريري ولا مانيش عارف، عندها واحد يعني جابت واحد الخبير بما يعرف بالخبراء، على شكل الخبراء اللي راهم يقدموا لنا تحليلات عسكريه تحاليل ولا تحليلات، هي تحليلات باسكو تحاليل عاده ما تكون طبيه. يقدموا لنا تحليلات عسكريه على اساس اسرائيل واش راهي دير، وحماس واش راهي دير، والفصائل وفلسطين و الى اخره. هادو خبراء الذين لم يمتلكوا أي خبرة على مدى حياتهم العسكرية، ونقولها صراحة، لأنه في الوقت اللي انت ذوك راك عميد متقاعد ودكتور ومحلل، تبقى اون اوبسيون، اون سانكيام اوبسيون، مانيش عارف واش من ما يديكلاروهاش. هذه الخبرة العسكرية تاعك انت وين كانت في 73 وفي 67؟ باسكو راك عميد درك، يعني هذاك الوقت على الأقل كنت جو سي با ملازم ولا ملازم أول ولا جو سي با. هذه نقطة رقم 2. التقاعد بعد سنوات الخدمة، نورمالمون عادة كاينة هذه في كل دول العالم. خبير عن أي خبرة تتحدث، وهنا مانيش متوجه للعميد المتقاعد، راني متوجه للصحفي الذي يصف هذا الشخص بأنه عميد خبير. من أين لك الحق أن تمنحه صفة الخبرة أو صفة الخبير؟ النتيجة راهي قدامك. وهنا راني قاصد كل القنوات الإعلامية خاصة العربية. داكور، صح. أعتقد أن الصحفيين العرب المتواجدون في إطار مهامهم الإعلامية على مستوى القنوات العربية، أقصد الجزائريين، يفهموا اللونجاج اللي راني نتكلم به. شكون انت حتى تعطي له صفة الخبرة؟ وش من خبرة عنده؟ لو كان عنده خبرة، إسرائيل ما تقعدش 70 سنة. لكن هذا موش موضوعي. أنا موضوعي مبني على فكرة الدنيا. يعني كي يجيك انت انسان ويجي يقول لك اودي انا باباك، وهذا باباك فقير ما عندوش طفل او ابن، هذا الوالد الفقير هذا مش راح يطالب الناس باش يعطولو، يطمع في باباه يكون مليح ماديا. وبالتالي الفكرة تنطبق حتى على المستوى الاجتماعي والعسكري. ما تجيش تقول لي باللي انت سامح فيها كاع، وتجي تقول لي يا ودي اطلب من امريكا والاتحاد الاوروبي وكذا وكذا. اما انا عندي بابا فقير، نروح ندوموندي الناس، ندوموندي الوالي، وندوموندي المجلس الشعبي الولائي، وندوموندي البرلمان، وندوموندي هذوك. قال ودي انا باب، لا ندخل في الاطار تاع الايه التي تقول واعدوا لهم ما استطعتم. داكور. والله الجيش المصري بالمناسبة نطلب فضلا وليس امرا من المشاهدين الكرام يدعمونا باللايكات ويدعمونا باش توصل الفكرة. احنا نحوسوا على الفكرة توصل، لانه عندي
ملاحظات فيما يخص الفيديوهات. نهار اللي نتكلم على كرة القدم، ألاحظ أنه هناك نوع من المشاهدات، بصح كي نتكلم في الأمور السياسية والخلقية والأخلاقية نسبة المشاهدة تكون قليلة. هنا الجمهور يجاوبني ويجاوب نفسه. لأنه أنا كيكون عندي موضوع نحب نتكلم فيه كما يقولوا بتحليل موسع نوعا ما، الفكرة ماش توصل، الأسلوب ما كاش، ما نقدرش نتكلم بالأسلوب الأكاديمي، لأنني متوجه إلى الجمهور اللي كما أنا عندي مستوى يتناسب مع أذواق الجمهور، يعني كما يقول لك أذواق الجمهور المختلفة. نحاول قدر الإمكان نوصل رسالة. هذا الجيش المصري هذا، نرجع للموضوع، خلينا من قضية المشاهدة هذه ترجع لكم أنتم كجمهور، وبكم اللي نقدر أستمر ولا نتوقف، ما عنديش مشكلة. المهم، هذا الجيش المصري في تقرير إعلامي عبر إحدى القنوات المصرية يحسب بين قوسين، يحسب استراتيجيا مدى قوته وفق الشيء اللي راه يدور حول مصر جغرافيا بيان سور. في قضية غزة هذه انفضحت الأمور، انفضحت ما كان والو، سمعت لا كاشف للضر إلا الله عز وجل، ربي سبحانه كما يقول لك يضرب هذا بهذا ويمحص الحق من الباطل إلى آخره. جي قالت لك اودي العراق وحدها عندها 7 قواعد أمريكية، الأردن فيها قواعد أمريكية، لبنان فيها حزب الله، اليمن فيها الحوثيين، السودان فيها قواعد أمريكية، ومن بعد في الأخير يقول لك ليبيا التي تملك حدودا أطول مع مصر فيها أكبر قاعدة أمريكية من الناحية الغربية، وأكبر القواعد الأمريكية الموجودة في الشرق الأوسط هي قاعدة السيلية بقطر. يعني هذو كلهم قواعد أعداء بالنسبة لمصر التي تراقب تحركات الجيش المصري في حال ما إذا تحرك مثلا بين قوسين هذه تحرير فلسطين أو تخفيف العبء نتاع المعاناة على أهلنا الفلسطينيين في غزة. أنا هنايا ما نقبلهاش هذه، لأنه تحليل، هذا التحليل هذا من الناحية المادية كاينة منها. الجيش المصري محاط، أو مصر محاطة ببحر من الأعداء، في الوقت اللي كان من المفروض أنه دولة الكيان الصهيوني هي التي محاطة ببحر من الأعداء. انقلبت الآية، وهذه أكذوبة من أكاذيب مسلسل رأفت الهجان، اللي أصلا هو كذبة استخباراتية في شكل فني أو في شكل سينمائي أو في شكل تلفزيوني. داكور؟ أي والله. هنا عندي واحد النقاط نتكلم عليها، النقطة مثلا تتعلق بمقابلة تلفزيونية من قبل عمرو أديب، سبحان الله، لاميس الحديدي ولا لاميس الحريري وعمرو أديب، ما علاقة هذا بذاك؟
أو هذا بتلك. هذه نقطة. النقطة رقم 2 اللي هي في إحدى مباريات البطولة الإيطالية، في مقابلة بين روما وأحد الفرق الإيطالية أو الأندية الإيطالية، قبل اللقاء كان هناك طفل صغير يعني في عمره 4 سنين ولا 3 ولا 5 ولا، كان يتلاعب بالكرة داخل الملعب. جاء لاعب من روما، لا يسرم، الصورة تتكلم، ارتكب خطأ كروي عادي جدا، ما فيه لا مضرة ولا كذا ولا كذا من الناحية الجسمانية. يجي مسيو الاربيتر، الحكم ذو الأخلاق وذو الشرف، بلغوه باللي يا ودي كاين خطأ كروي على طفل صغير في الملعب. واش يدير مسيو الاربيتر؟ يروح للفار، يشوف اللقطة، بعد مشاهدته للإعادة على مستوى تقنية الفار، يدخل للملعب يثبت ما شاهده بإخراجه لبطاقة حمراء ضد اللاعب نتاع لا يسروم، ويخرجه ببطاقة حمراء قبل اللقاء. يتساءل الجمهور الكريم ويقول: ما علاقة الطفل الصغير بالبطاقة الحمراء بأحداث غزة والجيش المصري؟ اتكلم لك، كاين ياك ربي سبحانه في القرآن الكريم يقول لك: سبحانك ما خلقت هذا باطلا. يعني الأحداث اللي راهي تدور هذه مترابطة بذي. اليوم احنا رانا لو 3 نوفمبر، عندنا يومين كان عندنا احتفال رسمي تقديرا لشهدائنا في الجزائر. مع ذلك قام الرئيس تبون بمرسوم ولا بقرار رئاسي ولا بمرسوم رئاسي ولا مش عارف انا المهم اون ديسيجن، يعني قرار بإلغاء كل التظاهرات الرياضية والفنية، وسبق لي وين هضرت على الكلمة هذه، بإلغاء كل الاحتفالات حتى بشكلها الرسمي، وذلك حدادا على معاناة أهلنا في غزة أو في فلسطين. في الوقت اللي كاين دول تدعي العروبة وتدعي الإسلام و إلى آخره، ماشي غير إمارات وحدها، كاين نعطيكم لا ليست، ممكن قطر وحدة منهم. الإمارات مع العلم أن هناك مبدأ يقول: لا جمع بين تناقضين، لا جمع بين تناقضين. أهل السياسة يفهموا هذا الأمر. أقيمت حفلات أنا نعطيك إكزومبل برك على قطر برك سيدي، معليش يا سيدي، كاين أموال راهي تصرف كذا كذا كذا، حقوق بث وما شابه. قطر وسيط بين المقاومين أو المقاومة الفلسطينية وأمريكا، يعني بولاريتي دو. قطر في وقت مضى كانت هي الدولة الوحيدة التي سارت في خط أوكرانيا ضد روسيا، داكور صح. من بعد قطر عندها علاقات رسمية مع دولة الكيان الصهيوني إلى مستوى القائم بالأعمال القطري في تل أبيب، والقائم بالأعمال الصهيوني في قطر في الدوحة، داكور. وهذه التسميات هذه ما فيها حتى ديفيرونس، هي اللي زر الرماد في العيون. القائم بالأعمال ولا السفير كيف يبقى هذاك لو غراد نتاع الرتبة نتاع العلاقات يتلعبوا بها، باسكو هادو كاع تسميات نتاع حنا لا والله ما عندهاش الدرجة العليا من العلاقة الدبلوماسية.
اللي هي السفير، عندها غير قائم بالاعمال برك، لا عندها غير ريبريزونطون كوميرسيال، هذا ما كان ممثل تجاري، ممثل قنصلي فقط. ما انت كسياسي تعاملني بالمعامله هذه وبالمعامله اللفظيه، انت الغبي، ماشي الجمهور اللي غبي، وماشي انا اللي غبي. انت مشيت مع اوكرانيا، ودرك راك داير وساطه مع الامريكان، وهذه تدل على شيء اللي هو مسك العصا من الوسط. في الوقت اللي مشكلة، احنا ما عندناش مشكلة مع إسرائيل كما قال الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، إسرائيل لن تستطيع العيش 3 أيام لولا الغرب، با بليس 3 جور. هذه نأكدها لك. عندنا أئمة أو إمامين من الخطابة العربية على مستوى الجيش الصهيوني، اللي هو إيدي كوهين وأفيخاي أدروعي، يتضرعان لكل وسائل الإعلام العالمية بعدم ذكر الأرقام المرعبة للقتلى الخنازير، أكرم الله السامعين. في 7 أكتوبر قال لك ودي عندنا 200 وكذا، من بعد يجي يقول لك ودي مثلا حادثة أول أمس الأربعاء في الليل، صرح الجيش الإسرائيلي باللي أكبر عدد ضحايا طاحوا سقطوا من القتلى الصهاينة العسكريين 14، ومن بعد ولات 15، ومن بعد ولات 19، ومن بعد 22. في الوقت اللي صرح هذا الجيش يصرح باللي عنده خسائر مادية تتمثل في تدمير 22 آلية عسكرية. نتفقوا درك هنا على أمر الآليات العسكرية، واش هما على حسب المفهوم اللوجستيكي. لا لوجيستيك ميليتير، آلية عسكرية يعني ان سيستم ولا ان اباراي، ولا يقدر يكون طائرة، يقدر يكون كما يقول لك دبابة، مدرعة، ناقلة جند، كذا كذا كذا. أقل آلية بالمفهوم العسكرية، أقل آلية يقودها بشر بالمفهوم العسكري هي على الأقل 2، على الأقل 2. كيما الدبابة نورمالمون على الأقل 3 يا سيدي، نختصروا العباد، نختصروا البشر. 3، عندك واحد كونديكتور سائق لو بيلوت، عندنا واحد راداريست يعني استخبارات ميدانية، وعندنا لو تيرور ديليت، النخبة. هم 3. يعني إذا كانت الآلية دمرت فتعداد البشر قتلى. إذن 3 في 22 هاي 66 قتيل عسكري في ليلة واحدة. داكور. شوف هذا غير ماشي ضعف، ما نقولوش ضعف، نقولوا حساب استراتيجي عسكري من الجيش المصري. واش راه يخمم؟ قال لك اودي فوالا احنا ما نقدروش نواسو باسكو عندنا اعداء محيطه بكل جهه، الشمال والجنوب والغرب والشرق، ولكن حماس او المقاومه الفلسطينيه وعلى راسها حماس، كتائب شهداء الاقصى، حركه الجهاد الاسلامي، يعني كل المقاومه، يعني بوصف خبراء الجيش المصري اللي راهم اوبيراسيونيل، يعني المقاومه غبيه كيفاش تحرك لها. هذا شرف انه حوالي 2000 ولا 10000 ولا 25,000 من المقاومه الفلسطينيه يحركون دولا، ما حركوش عساكر، حركوا دول. اي كونتون دي ان ايطا، يعني المفهوم السياسي
المفهوم العسكري، المفهوم الأمني، والمفهوم الاجتماعي، حتى المفهوم المالي للدولة يتحرك من أجل كمشة عباد، كمشة. فرنسا وبريطانيا وأمريكا، أضف إليهم الأزيال الذين لا يريدون لفلسطين الخير. هذا بتصريح قادة حماس، قال لك ودي هناك من إخواننا من لا يريدون لنا الوجود أو الخير أو شبه كما تعرف. داكور. المقاومة في فلسطين لا تحتاج إلى جيش نظامي، لأن المستعمر ليس نظاميا. المستعمر ليس نظاميا، هو عصابة، وبالتالي المقاومة على مستوى فلسطين تحتاج إلى عصابات بمفهومهم الأمني. داكور. المفهوم الأمني والمفهوم العسكري، احنا ما نحتاجوش جيش نظامي في فلسطين، نحتاج عصابات مختصة في حرب الشوارع، الأنفاق والغابات، وكلها خطوط، أنا نذكر الجيش المصري هذا في حرب 73، في حرب 73 وباعتراف الفراعنة هناك خيانات سموها الثغرة. هناك خيانات من خونة الجيش المصري ضد الجيوش العربية وعلى رأسهم الجيش الجزائري. بالمناسبة هنا الجزائر ليست جارة لمصر وليست جارة لفلسطين، مع ذلك الجيش الجزائري كانت له نسبة 80% من عبور خط بارلاف وتحرير معظم أراضي سيناء. في الوقت اللي قال لك اودي مبارك، قال لك اودي تحب تحرر فلسطين، روح جاولها. أمريكا تحمي إسرائيل دون مبدأ الجوار، بريطانيا كذلك، فرنسا كذلك. واش راكم تحوسوا فوق هذا الشيء؟ ناضوا مجموعة شبان وكأنه بالترتيب اللغوي وكأنه صورة الكهف راهي تتعاود. هذوك مكثوا في كهفهم وهؤلاء يمكثون في جهادهم. والخير نتاع ربي ماهوش سهل، باش طريق الجنة محفوف. طريق الجنة تتحوس تعيش الجنة في الدنيا وتزيد تروح الاخره في الجنة بلا ما تدفع الثمن، ما كاش منها. لا، انا على راني نتكلم على الجيش المصري، لانه مصر ام الدنيا. ما دام منحت لنفسك هذه الرتبة العليا في الدنيا، عليك بتحمل مسؤوليتك. الله غالب، الله غالب. أقوى جيش في المنطقة، وأقوى جيش عربي، وأقوى جيش على مستوى الشرق الأوسط، بحساباتك و إلى آخره. ومن بعد تجي تقول لي لا أستطيع مجابهة حماس. لا حماس أقوى جيش، لا غزة أقوى جيش. واش نروحو ندرسوا المنطق الأرسطيول؟ مصر لا تقاوم، الفصائل الفلسطينية تقاوم، المقاوم قوي. إذن القضية النتيجة المقاومة قوية. المنطق الأرسطي هذا الحمد لله أرسطو كافر، ماشي قال يا سيدي كلام الدين صعيب علينا احنا باش نفهموا الدين، صعيب بزاف. الدين صعيب بزاف. الآيات القرآنية لا يعلم تأويلها إلا الله. مع ذلك هذا اعتراف وخنوع و إلى آخره. ما تجيش تقول لي أنا أم الدنيا، وما تجيش تقول لي أنا كذا. أنا ذكرت لك اللقطة نتاع لقطة كرة القدم اللي قلت لك مربوطة بقضية غزة. لأنه الجيش المصري يتكون من عمرو أديب، مصطفى عبدو، مصطفى بكري، خالد الغندور، إبراهيم حجازي، سمير زاهر، هاني أبوري. هذا هو الجيش المصري الذي تفنن في إهانة أسياده الجزائريين
بعد يجيك انت ضابط مصري يقول له باللي احنا كانت عندنا حالة دفاع بدائية، الجيش العربي الوحيد اللي كانت عنده قوة ردع اللي هو الجيش الجزائري. وباتي مسيو عمرو اديب ايوه كي قال له ما نسميهاش، هو قال له ما نسميش الدولة شكون نسمي الدولة، كي قال له الجزائر قال له ايوه هذه ايوه في 2009 وين كانت سي عمرو اديب؟ عندي سؤال لعمرو اديب، لماذا انت منافق؟ والله العظيم انت منافق. سأترك بحكم انه ماهيش من صلاحيتي، هي من صلاحيات الله عز وجل، سأتركك لله. بصح اذا كان عندك شرف، اذا كان عندك شرف سي عمرو اديب، الحمد لله انك انت اللي قلتها باللي علمتونا الدين وعلمتونا اللغه العربيه، بصح لم تعلمونا الرجوله، لانه لا رجوله لديكم. الدليل هاو باين، هاو باين الدليل. ما كان لي ان ابث هذا الفيديو لولا نجاستك. من 2009 ل 2023 راهي كاينه 14 سنه، يعني قبل احداث 2009 الى غير 23 من قبلها كنا نعرفوا باللي كاين هناك منافقين، بصح الا تخجلون؟ والله العظيم غير ما عندكم لا قيمه لا مله لا الدين لا نالو بليس. عندكم الماده 64 في قانون العقوبات المصري تاعكم يتحدث عن التحريض. أحمد موسى حرض المصريين في السودان لقتل الجزائريين حتى في القاهرة. التهمة تاع التحريض اسكو موجودة بحكم القانون المصري ولا لا؟ كاينة. ما هي عقوبتها؟ السجن 3 سنوات بالقانون بالمادة 64. لماذا لا تطبق العدالة المصرية هذا المادة في حق الإرهابي أحمد موسى؟ سؤال واضح، سؤال قانوني واضح. عندنا مادة تعاقب على جريمة العقوبة لم تقم، إذا ما تجيش تقول ما عندي حتى علاقة بك. إذا كان الحكم نتاع كرة القدم يطرد لاعب قام بلقطة مع طفل صغير، تعرفوا واش معناتها هذه ولا ما تعرفهاش؟ معناتها لو فار ما خدمش مع الجزائر مع الكاميرون، وما خدمش مع الجزائر في مقابلة الخنوع والخضوع اللي صارت في الإمارات، لا في الهدفين تاع التسلل المصري ولا في الهدف البينالتي ولا في كذا، بصح خدم مع طفل صغير. يعني انت ب 105 ملايين ولا 140 مليون مصري ولا 110 ليست لكم قيمة الطفل الصغير الذي طرد من أجله الحكم اللاعب قبل اللقاء جو دي بيان قبل اللقاء. ألا تتعظون؟ ربي فرض عليك من 7 أسماء باش تطبق تكون حق، كما يقول لك تكون حقاني، طبق الحق. نعرفوا باللي الدنيا مغرورة وغرور وكذب و نجتهد في تطبيق الحق معليش، بصح ماشي مرة. انت جبت البلطاجية تاعك في 12 نوفمبر 2009 لمهاجمة حافلة الجزائر، حافلة نقل المنتخب الجزائري اللي كان المرور نتاعو ليس بساعتين من مرور موكب مبارك الذي زار المنتخب المصري في تدريباته، يعني المنطقة مغطاة أمنيا، وجبت البلطاجية وكسروا البيس. معليش هذا البلطاجية على ما تديهمش لغزة في شكل عصابات، مادام الجيش ضعيف وموش قادر لأنه محاط به، دير حرب الشوارع في غزة، ديرها. بعيد عليك هذه ولا ماهيش بعيد عليك؟ اليمن شحال بعيد على غزة، شحال بعيد على إيلات، ماشي شحال بعيد على غزة، إيلات أقصى نقطة في الجنوب الصهيوني المحاذي لمصر في صحراء النقب.
شحال بعيده على اليمن؟ بعيده ب 2000 كيلومتر. ها، إيلات لم تصب بالصواريخ اليمنيه. يكفي انه صافرات الانذار دوت في إيلات. ولا لقيت السينما افلام هنديه، يعني سينما رأفت الهجان، السقوط في بئر سبع، الذهاب الى إيلات، دموع في عيون وقيحة. افلام هذوك افلام كذب وخلاص، كذب وخلاص، كذب وبعنصريه، كذب وبعنصريه، كذب وبعنصريه. كشفتوا رواحكم للغرب، كشفتوا رواحكم للغرب. انا نعطيك غير حاجه صغيره دريا ديتو برك. القنوات الاعلاميه الغربيه راهم يجيبوا دي جينيرو ماجور، دي فوا ميم با، يجيبوا مش عارف انا رواد في الجيوش تاعهم اللي راهم اوبيراسيونيل، يعني اللي راهم خدامين. ما يجيب لي انا واحد سلم فلسطين لليهود ومن بعد يجي يقول لي خبير عسكري ودكتور. منين جبت الدكتوراه انت؟ واش من جامعه درست فيها؟ منين جبتها انت؟ الناس ضربت 17 سنه في الطباشير، 17 سنه في الطبشور، بين الطبشور والصبوره، ومن بعد راح للجامعه 7 سنين، ومن بعد بحوث، ومن بعد عامل ميداني، ومن بعد كذا مازال ما اكتسبش درجه الدكتور. انت البارح مانيش عارف، كنت كابران، طلعت دروك طلعت لي وليت لي كولونيل، ومن بعد صبحت دكتور وصبحت كذا. وين جبتها هذه انت؟ مع العلم انه كاين بعض الجيوش اللي عندهم منظومه تربويه اكاديميه تعليميه، بصح با دوني نيمبورت كي، لانه وفق ما يجري. انت كيفاه ما عندكش انت ما عندكش الوقت باش تبريباري الجيش تاعك لمواجهه الاخطار المحيطه بك مع علمك بها، وتجي تقول لي انايا عندي الحمد لله الجيش المصري استعرف باللي الجيش الجزائري اقوى جيش اقوى جيش، تبغي ولا تكره، اقوى جيش. سمعت؟ ونحن مع فلسطين ظالمه او مظلومه، ولعن الله كل من خذل اهلنا في فلسطين. بوالالين، ما عندناش مجال اخر، ما عندناش. كي الدكتوره هذه، الدكتوره كما يقول لك انتر دكتور، اللي تمنع الحق وتمنع الجهاد وتمنع لا ريكلاماسيون دو دروا، لا ريفونديكاسيون دي دروا. تجي تقول لي انت يا دكتور متقاعد ومانيش عارف. كان والو. سمعت؟ تجيك انت واحد مانيش عارف منين جاي، يعطيك موعد نتاع لقاء تلفزيوني، تقعد سمانه وانت تخمم فيه، سمانه وانت تفكر، سمانه وانت تحوس تعرف واش راه يهضر. انا نقول لك واش راه يهضر، انا نقولها لك هنا ونقولها لك بالك ساعتين ولا 3 سوايع قبل. حسن نصر الله راه يتكلم على الولاء نتاعو لغير فلسطين، لانه حسن نصر الله دار خطأ يوم قدم وعدا كاذبا بتوحيد الساحات. بوالالين، هذا هو الخطأ الاستراتيجي اللي داروا، وهذا لا يغطيه شيء الا حالة واحدة برك، وهي توحيد الساحات فقط. ما حبيتش نتكلم لك انا في قضية ايران وقضية الصين وكورونا وبترول موان 35، هذه ما نتكلملكش فيها، هذه نخليها لك مفاجأة، لعل يجينا دكتور متقاعد يفهمنا فيها قبل ما نتكلم فيها انا. هكذا. اذا قضية الفار حكمت لاعب في الوقت اللي هناك مجرمين في كرة القدم، واللي هما في الأصل مجرمين في حق كل الناس من كرة القدم إلى تحرير فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.